طبعا يا جدع، عشان لو بلغت عننا يبقى معانا سلاح يثبت انها جت بمزاجها، لا مخطوفه ولا دياوله. بس كده البت خلصانه خالص والموضوع ممكن يتهرش. اما شويه ابيض هتبقى في الفورمه وتلعلع معانا، تبقى فله. وبعدين دخلت عليه بكره هتطلبه بمزاجها. يخرب عقلك يا زيكو، ده انت شطان يالا. واضح انها تعرضت لعمليه اغتصاب عنيف. ممكن تتكلم بعد قد ايه؟ حضرتك للاسف ما نسمحش باي كلام دلوقتي. مفيش اوراق تثبت عن شخصيتها؟ كل متعلقاتها في الامانات، واحنا بعتنا لاهلها اشاره عشان يجوا يشوفوها. لا تدي الورق ده احمد يخلصه. ايه ده؟ على فين يا ياسر؟ ده انت لسه واصل. الساعه 1 ورجعت. حادثه تاني يا ياسر؟ انا قلت لك كده مش ممكن توصل لحاجه، وكل ما تلاقي حادثه خطف تروح تدور عليها. يا حمد فهمني، انا بدور على العدل، والعدل ان المجرم ياخد جزاءه. هو ده اللي بدور عليه يا حمدي، العدل. يا قلب امك يا بنتي زينب يا حبيبتي، كان مستخبيلك ده كله فين يا دنايا؟ زينب ردي عليا يا حبيبتي، كلميني يا حبيبتي. طب ليش تتكلمي؟ شاوريني عشان اطمن عليك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا بنتي. وحيد الله يا حاج، خير ان شاء الله، وحيد الله. لا اله الا الله. دكتور، علاجها هنا يعني ممكن يجيب نتيجه وترجع لحالتها الطبيعيه؟ بصراحه هي محتاجه علاج نفسي اكتر منه علاج، وكمان عمليه المخدر اللي اتعودت عليه دي هي اللي عقدت الموقف. صلى على النبي. اتفضل يا فندم. زينب حضرة الضابط ياسر عايز يتكلم معاك شويه. اتفضل يا فندم. ازيك يا زينب؟ أنا تعبانة، كل اللي عندي قلته وكفاية. انا مش هتعبك، بس يهمني اعرف كل حاجه حصلت وبالتفصيل. انت لما حاولت تهربي منهم مش ضربوكي وهربوا بالعربيه؟ أيوة. وصدموا الضابط اللي كان بيجري وراهم. الضابط ده هو انا. ساعديني يا زينب، انتقم لنفسي وانتقم لك. هيفيد بإيه الانتقام؟ مش هيرجع لي اللي راح. المجرم لازم ياخد عقابه، حقي وحقك ومش هفرط فيه. واذا كنت اتأذيت منهم انا كمان اتأذيت. ارجوك يا زينب كفايه وكلمي. لو قلت اي حاجه مهما كانت صغيره اكيد هتوصلني ليهم.
قلبك برد واطمنت على حبيبة القلب. يا روحية، يا روحية تلمي ولمي لسانك وتمسي على المسا. شوف ازاي. مالكيش دعوة بزينب، ما تتكلميش عنها كلمة واحدة. اللي يشوف كده يفتكر ان ده كلامي لوحدي، انما دي الحته كلها ماسكه سيرتها. يا عالم، يا عالم حرام عليكم، دي بريئة ملهاش أي ذنب في اللي جرالها. ما هو كلام الناس كتير والعيار اللي ما يسيبش يدوش. وبيقولوا إيه بقى العالم السوي دول؟ اهم بيقولوا كل واحده تغلط وتبات ليله بره بيتها، تيجي تاني يوم تقول اتخطبت عشان تداري عملتها السودا. يا نقطع اللسان اللي يجيب سيرتها. اللي حصل لزينب ده ممكن يحصل لأي واحدة من بناتهم أو حريمهم. تعرفي ممكن يحصل لك أنت شخصيا يا روحية. بقك يا اخويا، خلاص خليك على راحتك يا اخويا، بكره لما كلام الناس يوجعك هتسيبها انت لوحدك. زكريا، انت فين يا ابني؟ ازيك؟ ازيك يابا؟ مالك واقف كده ليه في عز البرد؟ اعمل ايه يا ابني؟ الجلابيه اتوسخت قوي، كان لازم اغسلها وما عنديش غيرها. خد يابا اشتري لك هدمتين. منين الفلوس الكتيره دي يا ابني؟ انت بتشتغل ايه؟ بشتغل حاجات كتير يابا. اطمن بس ادعيلي. ربنا يهديك يا ابني ويوسع في رزقك بالحلال. اطلع يا ابني، اطلع، اطلع ارتاح فوق شوية. اطلع، اطلع حبيبي، اطلع يا دلال. زكريا، بعد ما ترتاح وتاكل لك لقمة يبقى روح اطمن على امك عشان تدعي لك. ما تجيبليش سيرتها يابا، ما تجيبليش سيرتها. اطمن عليها بعد ايه؟ بعد ما رميت من عندي سنتين؟ اطمن عليها بعد ما سابتك عشان تتجوز راجل بتاع مخدرات؟ يا دي ام! الام يابا اللي تبرد عشان تغطي ابنها، الام اللي تشيلها من بقها عشان عيالها، الام اللي تبقى صدر وغطا على جوزها. ها؟ عايز اروح لها علشان تدعي لي؟ مش عايز دعويها يابا، مش عايز دعويها. اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب. ألف نهار أبيض يا زينب، وألف حمد لله على السلامة. ازيك دلوقتي يا زينب؟ الله يسلمك. تعبناك معانا يا جمعة. أنا راضي بتعب الدنيا كله، بس تقومي بالسلامة يا زينب. بس احنا كده بنعطلك عن شغلك. فداكي ألف شغل يا زينب، المهم تقومي بالسلامة وترجعي لنا بسرعة. خايفة، خايفة يا جمعة، قلبي كله رعب وخوف. الأمان راح من قلبي خلاص. الأمان موجود يا زينب، يمكن يكون أقرب لك من نفسك، أنت بس اللي مش واخدة بالك. أنا انكسرت